زوجة تونسية لم يرضى زوجها بأن يأخذها لإجازة، ففكرت وخطرت ببالها فكرة ريومادونية. فتحت فيسبوك جديد بصورة بنت جميلة من لبنان، وأخذت بالحديث مع زوجها من الحساب الوهمي. وبعد أن تكلمت معه وتعرفت عليه قالت: أنا قادمة لسوسة الأسبوع القادم وأود أن نلتقي هناك. هنا ركض زوجها وقال أنه يريد أن يأخذها لسوسة لقضاء بضعة أيام. ذهبت وقضايا يومين عطلة، وفي اليوم الثالث انزعج زوجها لأنه لم يلتقي بالفتاة ولم تكلمه، فقرر العودة للبيت. لكن الزوجة لا تريد ذلك، ففتحت الحساب الوهمي وبعثت منه لزوجها قائلة: مرحبا، أنا آسفة، غيرت رحلتي فجأة بسبب الظروف، أنا الآن في الحمامات، ليتك تأتي. طار زوجها فرحا من الرسالة وأخذها للحمامات، وقضايا أيام جميلة، وكانت أسعد رحلة في حياتها. وحتى زوجها عاد مبتسما رغم أنه لم يقابل حبيبته